كبران تخطتلت مدبنا كما يحضركم كما يوعلكم مساخم راديو دمص حرنت هاغراودت كاب هاغرش ودن لومي علت 10 شوعات كاتيت كلتشحن 10 شمنتن عامة مرت فرنجي ساعة حدد حرقتري مدبنا بخلت يوم علاوان قمقاتاتنا قدام نلقخو انه نجمر بمغصال كبران تخطتلت مدبنا مباري مسنا اللو مدباتنا نمن الله يدأكل قدامي كم تلمود سمنا وزينا خلوناي كالا اي كا اقداس رئيس عنكتس ناي سلف ديمقراسي حزب إرترا كمتي خنكاتاتولو زقننا فنقل بزبل داميرا علو زقننا سرعة قدف كال فنقل وني صبينا علو زبل اقداس زخنه استخنا من كنفتنينا بمغصال كبران تخطتلن مدبنا مباري زلوكم رئيتو حبريتا سناي منيوت مجلس مزلوكم بدروخت راخبونا حنقو فايلنا نقبلو بغطر سلك مسداليو 0 شوعات شسان شدشتن عسران سلستن سسان تشعاتن سلسان شدشتن ويكا 0 شوعات خلت 0 كل سران كلتن سلسان سلستن 7 حمشتن بتوساخي بإيميل كدمص حرنت جيميل تصحيفكم كتحبرونا مرحبا نبلوكم قطع باستديونا مسانا خطرخبو مستديلو خانا استديونا قدر سلكي 030 حدن 20 شدشتن 10 9 كاوش تهاجرش ودن كوصاي مزخون كا 0040 شدشتن 30 حدن 20 شدشتن 10 9 لكم كدولو مرحبا نبلكم دحرفونا مدبنا بملؤ خا اب يوتيوب قريصنا نتوم زيركوبكم نخت قسمو كن اب حرنت اورغ ويكا دمص حرنت لكم كسمعوكم تخلو نحبر سلازي كسام مدب دمدامنا مسانا خصن حند عدمنا نايلوم مدب اقربتنا دلوتن صحي قلتا بتغرينيا محمود اسماعيل كاب قامك عربينا سناي مكتتالك برنا دحرغرب دقيقه خبر سينها خنقتينا أرسل زينا لت 10 شوعات كاتيت كلت تشحن 10 شمنتن عامة مرت فرنجي بتصحفت من إسيات سلفي ديمقراسي حزب إرترا بإي بي دي بي يوس كورنر زتبهله حدش مزاتي بالتوك كفيتو إرترا بعد مزي أقلقلوت إريتريك إرترا بسم وهلول عدا
نعماويلو سلعوا زلو خفليت نهزب كمارر غيرو مهلاو منچتات راديو رنا كاب أسمرا حبيروم እንደገና አስመራ ኤርትራ አባላት ጸጥታ መንግስት ይግደፍ አልማዝ ሀብተ ማርያም ዝተባህለት በዓልት ቤቱ ናይቲ ኣብዚ እዋን እዚ ደስኪሉ ዝርከብ ሚኒስተር ፋይናንስ ንብረ አቶ ብርሃነ በርሄ ከም ዝኣሰርዋ ምንጭታት ረድኤረና አረጋጊጾም ኢትዮጵያ መንግስት ኢትዮጵያ አስታት 6000 እስራት ብምሕረት ፈቲሓ እንደገና ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝ አካል ፍታሕ ብምዃን ካብ ስልጣነይ ንምውራድ ሕቶ አቅሪበ ኣለኹ ኢሉ ደቡብ አፍሪካ ጃኮብ ዙማ ፕሬዚደንት ደቡብ አፍሪካ ካብ ስልጣን ወሪዱ ሓድሽ ተካዩ ኸኣ ተመሪጹ ናይ መወዳእታ ዜና ጓንስተይቲ ፕሬዚደንት ላይቤሪያ ዝነበረት ወይዘሮ ኤለን ሰርሊፍ ጆንሰን ብምሕደራ መንግስቲ ዝወሃብ ሽልማት ኢብራሂሞም ተዓዊታ ዜና بزرزر بصحفة منسيات سلفي ديمقراسي حزب ኤርትራ بኢፒዲፒ ዩዝ ኮርነር ዝፍለጥ ሓድሽ መዛተይ ፓልቶክ ከፊቱ አቦምበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ አቶ መንግስታብ አስመሮም بعلت 10 የካቲት 2018 ببصحفة ጉዳይ መንስያት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ተዳለወ ስርሑኑ ክጅምር ትጽቢት ክግበረሉ ጸንሐ መድረኽ ፓልቶክ ኢፒዲፒ ዩዝ ኮርነር በወግዒ ከፊቱዎ أما توقعوا نتوم نزي مدرخ تخفيتو زلو سراح نخجمر زعاتو ناي مخفتي عدم قاشاها أتو عبد الرحمن السيد أمسجينو كتسيلو أما سرح ميت نايزي مدرخ حقن سنة سرعات مكتهال أبز تلعلو زعباتات متوكوار زلو أقدا سنتكم مخانوها بسفحيو بزاي منقستاب أسمرهم حبيرو كتسيلو بصاي مدهاني هبتزغي حلاف بيت صحفت ጉዳይ መንሰይ ሰልፊ ዲሞክራሲ ብርታ ቦገኑ ናይ ምኽፋት እዚ መድረኽ እዚ ንምብጻሕ ዝተኻየደ ጻዕሪ ዘርዚሩ ዕላማ እዚ መድረኽ ኤርትራውያን መንሰያት አባላት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ይኹኑ ኩሎም ኤርትራውያን መንሰያት ቦቶኦም ኣብዚ ዲሞክራሲያዊ ቃልስን ምሕያል ምስፍሕፋሕን ምዃኑ ጠቂሱ ሓቢሮም كهبت موخا تصوعوا أما دم تخا نعدم قاشا عبد مخفتي هناسن متابعين حسابات نذهبوا خا أمسجنو نايتعلت تعدم قاشا أتو عبد الرحمن سيد أبو هاشم كستت جو بوليتيكاو كنتات أبقرنا أفريقيا أبزبلار استي سفيح ما بقاسي هيبو أما بريهو نايزفولو يعقات أمي عدم بمخان حقوس كم تسمع تغيسو سلفي ديمقراسي بيرترا نتبوشتن بقدام زقات أمزو سنحن زلون انقفاتات كم أما تاسو إنما كتي يكايدون زلق على السخاء نيدو التحاحيزو دما جيوبوليتيكاو مالت انتاي مالت مخانو هلو خناتات كباب قرنا أفريقيا زمدنا هزبتات قرنا أفريقيا أب تاريخ أب كباب قرنا أفريقيا زكاز زلو قات هلو هلقاوي قرنا أفريقيا أب إرترا زلو تصلوا تسعنو فلق نيل نايل أب قرنا أفريقيا وزت زبلو نتبتات سفيحين زرزراو مبرهن نتتصفتي أغريبو
ተሳተፍቲ ኣኼባ ኣብዚ ሓያሎ ሰዓታት ዝወሰደ ኣኼባኦም ንዕዱም ጋሻ ብምስጋን ኣብ ቀጻሊ እውን ኣብ ከምዚ ተጀሚሩ ዘሎ መድረኽ ሓሳቡን ርእይቱን ንኸይፍለዮም ብምዝኽኻር ዝተፈላለዩ ሕቶታት ኣቕረቦም ኣለዉ። ካብቶም ዝቐረቡ ሕቶታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝብል ከባቢ ዘጠቓልል ዓይኖት ሃገራት በዓል መን እየን? ኣብ ጉዳይ ፈለግ ኒል ኣባይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ዘሎ ኩነታት ናበይ ክምዕብል እዩ? ብመንፅር ዓለም ለኻዊ ሕጊኸ ከመይ ይረአ? ኣብ መንጎ ሱዳንን ኤርትራን ዘሎ ወጥሪ ንኩነታት ኤርትራ ብኸመይ ክጸልዎ እዩ? ውግእ የመንን ናይተን ኣብ ውግእ ተሳቲፈን ዘሎ ሃገራት ወተሃደራዊት ኣብ ኤርትራ ብምስፋረን ተጽዕኖ ክሳብ ክንደይ እዩ? ንሕና ኤርትራውያን ሃገርናን ህዝብናን ኣብ ናይ ኢዳዙር ውግእ ምድሓን እንታይ ክንገብር ይግባአና ወዘተ ዝብሉ ዝርከቦም ሓያሉ ሕቶታት ኣቶ ዓብዱራሕማን ንነፍሲ ወከፍ ሕቶ ብብሩህ መልሲ ሂቡ። ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ንንጹር መብርህታትን ምቕሉል ኣቀራርባ ጋሻ ኣመጒሶም እቲ ሓሳብ ኣፍልጦኻ ኣብ ህሉ ኩነታት ከባቢናን ክብ ንምባል ምንባሩ ምስ ሓበሩ ንኣገዳስነት ቀጻልነት ከምዚ ዓይነት መድረኻት ከዓ እንደገና ጸዊዖም። ኤርትራ በዓል መዚ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ኤርትራ እዚ በዓል መዚ እዚ ብሰንኪ ክተሎ ጸንሐ ዘይ ቁርዑይ ምሕደራ ተገልገልቲ ንልዕሊ 1 ዓመት ወርሓዊ ክፊልት ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ከይከፈሉ ክምጸንሑ ዝሓበሩ እቶም ምንጭታት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣትሒዞም ብስም ውህሉል ዕዳት ተሰሊዕሎም ዘሎ መጠን ገንዘብ ካብቲ ዓቕሚ ዝበዝሐ ነባሪ ከተማ ኣስመራ ምዃኑ ከዓ ኣስሚሮም። ብመሰረት እቲ ሓበሬታ እቲ ተመቃሪሑ ተባህሊሉ ተሰሊዑ ዘሎ ውህሉል ዕዳ ንገሊኦም ኣብ ሓደ ወርሒ ካብ 300 ክሳብ 500 ናቕፋ ክበጽሖም ከሎ ንገሊኦም ካብ 1000 ናቕፋ ንላዕሊ ናይ ክፍሊት ሰነድ ወይ ቢል ዝተላእኾም ከም ዘለው እቶም ምንጭታት ይሕብሩ። ንናይ 1 ዓመት ዝኣክል ውህሉል ዕዳ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ንሓደ ወርሒ ካብ 300 ክሳብ 1000 ናቕፋ እናኸፈሉ ምስ ዘሎ ክብሪ መናብሮ ተደሚሩ ነቲ ኣብ ወርሒ ክጸንሖ ዝኽእል እቶት ዘይብሉ ህዝቢ ከቢድ ጾር ኮይንዎ ምህላው ኣረዲኦም። ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝበዝሐ እዋኑ ስሩዕ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ዘይምንባሩ መንግስቲ ሰሊዕዎ ዘሎ ብዝሒ ክፍሊት ውህሉል ዕዳ ነቲ መረረ ብዝያዳ ኣጋዲድዎ ህዝቢ ከዓ ኣብ ብዙሕ ሽግር ወዲቑ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ብፍላይ ወነንቲ ትካላት ብስም ውህሉል ዕዳ ብግምት ተሰሊዕሎም ዘሎ ብዝያዳ የማርሩ ከም ዘለው ካብ ኣስመራ ዝመጸ ሓበሬታ ይሕብር። እንደገና ኤርትራ ኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ኤርትራ ኣልማዝ ሃብተማርያም ዝተባህለት በዓልቲ ቤቱ ኣብዚ እዋን እዚ ደስኪሉ ዝርከብ ሚኒስተር ፋይናንስ ዝነበረ ኣቶ ብርሃነ ኣብርሃ ከም ዝተኣሰሩዋ ምንጭታት ረድኤና ሓቢሮም። ወይዘሮ ኣልማዝ ሃብተማርያም ኣብ ዝሓለፈ 3 ሰሙናት ሒዛ ኣብ ቀይዲ ከም እትርከብ ዝሓበሩ እቶም ምንጭታት ኣባላት ጸጥታ ምስቲ ሚኒስተር ነበር ቅርበት ዘለዎም ሰባት ብምስምስ ይራኸብ ምህላው ብቐረባ ይከታተሉ ከም ዘለው ኣረዲኦም። እዚ ኣባላት ጸጥታ ኣብ ልዕሊ ተጋዳሊት ነበር ኣልማዝ ወሲዶሞ ዘለው ናይ ምእሳር ስጉምቲ ኣብ መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ኣረኣያ ዘለዎም ወይ ድማ ንኣሰራርሓት መንግስቲ ዝቃወሙ ዜጋታት ስድራ ቤቶምን ናይ ምድርዓን ምፍርራሕን ኣብ ቀንዲ ኣገባብ ምዃኑ ከዓ ይፍለጥ። ኣብ ኤርትራ ብከምዚ ዘይሕጋዊ ኣገባብ ዝእሰሩ ኣማእታት ዜጋታት ከም ዘለው ሰነዳት ጠባቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ዓለም ይረጋግጹ። ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር ኣቶ ብርሃነ ኣብርሃ ኣብ ጉዳይ ኣተሓሕዛ ኣታውን ወፃኢን ናይ ዕደና ዝኣመሰለ ሃብቲ ሃገርን ብዝምልከት ምስ ፕሬዚደንት መላኽ ስርዓት ህግደፍ ዝተፈለየ ረኣያ ከም ዝነበሮ ዝጠቕሱ እቶም ምንጭታት ብተወሳኺ ኣብ 2012 ካብ ስልጣኑ ከም ዝኣለዮ ከዓ ይፍለጥ። ኣብዚ ተጠቕሰ ዓመት ንድሓር ሚኒስተር ፋይናንስ ብጠቕላል ኦዲተር መንግስቲ ነበር ኣቶ ብርሃነ ሃብተማርያም ተተኪኡ ከዓ ይርከብ። ደስኪሉ ዝርከብ ኣቶ ብርሃነ ኣብርሃ ድማ ንሕክምና ይኹን ንኻልኦት ምኽንያት ካብ ሃገር ከይወፅእ ኣብ ዝተኣገዱ ዜጋታት ሓደ ምዃኑ ኣቐዲሙ ከዓ ከም ተጠቕሰ ኣይርስዕን። ኢትዮጵያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሳስ 6,000 እስራት ምሕረት ፈቲሓ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ጀሚርዎ ዘሎ እሱራት ናይ ምሕረት ናይ ምፍታሕ መስርሕ ምቕጻል ጋዜጠኛታት ዝርከቦም ብክሲ ሸበራ ተቐይዶም ጽንሑ ኣስታት 746 ሰባት ክለቅ ምዃኑ በጽሕፈት ኣኽባር ሕጊ እታ ሃገር ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ኣፍሊጡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪቲ ዝተኻየደ ተደጋጋሚ ህዝባዊ ናዕብታት ክፉት ፖለቲካዊ ዘተ ንምትብባዕ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2018 ጀሚሩ መራሕቲ ቃወምቲ ፖለቲካውን ሰልፍታት ወደብቲ ኣድማን ናዕብን ከምኡውን ጋዜጠኛታት ዝርከቦም ኣስታ 6,000 እሱራት ከም ዝፈትሕ ሮይተር ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ እቲ መንግስቲ ብከምዚ ዓይነት ፖሊሲ ምኽታሉ ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም ደገፍ ምትብባዕ ረኺብሉ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ገለገለ ክፋል ናይ ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ዝፍለጥ ዕጡቕ ሓይሊ ኣብ ዲፕሎማቲካዊ ዘተ ተጸሚዱ ከም ዘሎ ከዓ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ይሕብሩ ኣለው إذا أبناء ربز كايزل عصو ذاته وكلت منجست إثيوبيان هجرا جنبار حرنة أوغادينن كم غسلتان يتقدم مستجمر ركب مخان خاص تفعلالي وجنات يقولسو أبز حلف عمتات هجرا جنبار أوغادين أب كلت بمجمع اتحاد خفال قالسو بوليتيكا مقصال بروتو خوردن كله إذا ترفق على أيك جنا كسب زوان زي قوي قالسو بمكيات كأ يركب إثيوبيان دجنا قدامي منستر إثيوبيا هايلماريام دسالين أكل فتح نمخان كاب سلطاني نموراد حتى أغريب الله إلو بعلات 15 يكاتيت بتلفزيون هاجرو أبزم محلال في ملختي سجناو لو تتات متكبر سلام ديمقراطية إثيوبيا نموحسن كاب سلطانو كله أجد داسون سان مخانو أسميرلو دحر هندباتو موت قدامي منستر نبر أتملس زناوي أب كل تشحن 10 سلطان زتركبه أتو هايلماريام دسالين بتوساهون أبومبرنت نايتي لفنتي ودبات زقومي إيه ودقون كم زي التعاليه قليسو بارلما إثيوبيا نملاي أتو هايلماريام دسالين بوقع كساب زدوغا متكاتا قدامي منستر كساب زمرز كم علاي منجستو خينو كسأنحكم مخانو وسينو أقدمون أفبايتو بارلما إثيوبيا عبدالله جمدان منستر مراخبي أفنيا منجستي نبر أتبرخ السمعون كابسلت أنهم نملاي كم زحتوتو أيرسعن انتو خناجن بارلما إثيوبيا نأفه قبائيو نامزنوتو خملس تحريز تقبري زرربن مرددائن عبدالله جمدي أبسلت أنو يقصل كم زلو خاها يقلص حجون انتخوني بتي كابينوي بارلمان ناي إثيوبيا دحر ناي زي قدامي منستر بفقادو كورد كم مخان محبار ناي هصوص منجستاوي تاشمو أوجو خمزولو خمان تمالي تحبيرو دبوب أفريقيا جاكوب زوما بريزيدنت دبوب أفريقيا خاب سلطانو وريدو أبتي أب سلطان زركب سلفي أفريقاوي هاجراو كونغرس ANC سقطي خبروا لسنحين عيدو أفريقيا بريزيدنت جاكوب زوما كاب سلطانو تعالي إت بريزيدنت كاب سلطانو كم استعالي زجلس بتلفزيون إتهاجر نهزبو أبزم محلال فما الأخت إيو تراجعيسو زخون زخالخا إت أب سلطانو كي ورد حنجدو زقنة بولشونا زخصص بريزيدنت جاكوب زوما كاب سلطانو بمورات بوقع دحري مقلاصو قيارو خا سيريل رامافو فوسا حديش بريزيدنت دبوب أفريقيا بمخان بعلت 15 يكاتيت كلتش عن 18 أبايتو اتهاجر قال محلا فتسيمو دحر قال محلا نبايتو اتهاجر أبز سمعو مدري ناي حزبي دبوب أفريقيا قون إيه دحر مبال بالشونان بمكالن منجستن نموجات كم سرح قال أتيو بريزيدنت سيرال رامافوزا أبز حلفة حساس تخيل جبائي سلفي هاجراوي أفريقيا بايتو ANC بريزيدنتي كم استمر خمان يفلت أبز حلفة معلتات فتصام أكل اتسلفي أبز جور أخيرا بريزيدنت نبر جاكوب زوما أب سلطانو خورد بوسانية كم زحلفو أيو زفلت انتقنا جن اتي جاكوب زوما ولا أقوى بمتكل أب سلطانو خورد تسامعو زنبر انتقنا أب سلست يخصاب شديش تورحي أب سلطانو يكسن زبلو طلب بالعلواي مريحنات نايت سلفي تقبلنات كم زي رخبه تفليتو ات بريزيدنت سلفي ANC
ንዝነበረ ሲራል ራማፎዛ ምክትል ፕሬሲደንት ተሃገር ኮይኑ ከገልግል ከም ዝጸንሐ ይዝከር ፕሬሲደንት ራማፎዛ ዋላ እኳ ፈጻማ አካል እትሰልፊ ንነዊሕ ጸንሐ እንተኾነ ኣብ ንግዲ ዓለም ተዋፊሩ ዝጸንሐ ሚሊዮነር ወዲ ደቡብ አፍሪቃ ከም ምዃኑ ከዓ ይንገረሉ ናይ መወዳእታ ዜና ላይቤሪያ ጓል ኣንስተይቲ ፕሬሲደንት ላይቤሪያ ነበር ወይዘሮ ኤሌን ሰርሊፋ ጆንሶን ብምሕዳራዊ መንግስቲ ዝወሃብ ሽልማት ኢብራሂሞም ተዓዊታ እዚ ኣብ ታሪኽ እታ ኣህጉር አፍሪቃ ናይ ፈለማ ጓል ኣንስተይቲ ፕሬሲደንት ዝኾነት ሄሌኒ ኣብ ነዚ $5 ሚልዮን ግንዖ ዘለዎ ሽልማት ኢብራሂሞ ክዕወት በቕዓት ብምርጫ ተዓዊታ ኣብ ስልጣን ድሕሪ ምጽናሓ ብመሰረት ቅዋም ሃገር ናይ ስልጣን ግዜ ገደባ ምስ ኣብቅዐ ስልጣና ንተቃዋሚ ሰልፊ ዝነበረ ብምርጫ ዝተዓወተ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ነበር ጆርጅ ዋያ በሰላም ከም ዘሰጋገረት በሰላም ከተሰጋገሮ ምኽኣላ እዩ ሄለን ን12 ዓመታት ኣብ ስልጣን ኣብ ጸንሓትሉ ዓመታት ከም ብልሽውና ዝኣመሰሉ ብድሆታት ምሕደራ መንግስቲ እኳ እንተገጠምዋ ብኹናት ሓድሽ ንነዊሕ ዓመት ትሕመስ ዝነበረት ላይቤሪያ ናብ ሓድሽ ጎደና ርግኣትን ክትመርሓ ምኽኣላ ሽልማት ኢብራሂሞ ከም ዝግባኣ ሓያሎ ተንተንቲ ይሰማምዑ አፍሪቃ ሓንሳብ ኣብ ስልጣን ምስ ደየቡ ወይ ብሞት ወይ ከዓ ብወተሃደራዊ ዕልዋ ጥራሕ ካብ ስልጣን ዝእሎይ መራሕቲ ተጎቢኣ ዘስተብሃለ ሃብታም ወናን ማእከል መራኸቢ ሱዳናውያን ብሪጣንያውያን ኢብራሂሞ ስልጣኑ በሰላም ዘሰጋገረ መራሕቲ $5 ሚልዮን ግንዖ ዘለዎ ሽልማት ንኽብ ከም ዝወሰነ ከዓ ይዝከር መሰረታት ሕግታት ሽልማት ኢብራሂሞ ንተዓወት $5 ሚልዮን ኣብ 10 ዓመታት ተኸፋፊሉ ዝወሃብ እንከሎ ብድሕሪኡ ከዓ ክሳብ ህይወት ዘለዎ ዝቕጽል ነፍስ ወከፍ ዓመት $200,000 ተወሳኺ ያብ ይግበረሎም እዚ ኣብ ምሕደራ መንግስቲ ብቕዓት ንዝተባህሉ መራሕቲ ዝወሃብ ሽልማት ኢብራሂሞ ኣብ 2007 ኣብ ዝጅምር ዛጊት ኣብ 11 ዓመታት ን5 መራሕቲ አፍሪቃ ጥራሕ እዩ ተዋሂቡ ዘሎ ነዚ ሽልማት ዝበቕዑ ኣብ 2007 መራሒ ሞዛምቢክ ነበር ጃሚ ቺሳኖ ኣብ 2008 መራሒ ቦስዋና ነበር ፌስቱስ ሞጋኤ ኣብ 2011 መራሒ ካፔ ቨርደ ነበር ፔድሮ ቨሮናስ ፔሬስ ኣብ 2014 መራሒ ናሚቢያ ነበር ሂፊኬፑንዬ ፖሃምባ ኣብ 2018 ድማ ፕሬሲደንት ላይቤሪያ ነበር ኤለን ሰርፊ ጆንሶን እዮም ብሕሉፍ ህርፋን ስልጣንን ብልሽውናን ዝተቋማጥዑ መራሕቲ አፍሪቃ ምስታብ ሃገር ዘሎ ናይ ድሕረት ድኽነት ተደማሚሩ ምስሊ እዚ ሃገር አህጉር አፍሪቃ ተደዊኑ ምህላው ከዓ ዝፍለጥ እዩ ኣብ አፍሪቃ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ስልጣን ተቐሚጦም ዝጸንሑ ዲሞክራሲያውያን ውሕስነት ምስጋር መንግስትን ንዘይኽበሩ ሓንጊዶም ኣብ ዘለዉ 8 ሃገራት አፍሪቃ ሓደ ፕሬሲደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ከም ምዃኑ ከዓ እቲ ዜና ደጊሙ ይሕብር ክቡራን ተኸታተልቲ መደብና በአረይ ናይ ሎሚ ዜናና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ካብ ዝቐጽልና ምስ ትኽተል ዜማ ምስ ምሕረት ኣብ ከራኽበኩም እየ هاجر كابرنا كي كونت نزاف تأكبنا اللي خات نقدفو اللي خادو من السي اللي خادو
بحري نايت تدفع من إسي فريح كخط علا من إسي عد ممبر هيكونوا سبطمك نتأكد حجي نبيلو برك خيط نمت جينا خلو بالمات قمالا بصفرخا عدسان دافري تخوانا ماسقا دم كان داستي حبيرنا ننقفو تسانينا نعيه اغللاني تبال ربكي تتصايه لخياي تتسبق صباحي صحي تلاقي خللي حد يتقوي عطام النسي كاكار تليحكا رس خامن غنار عيني اندانا بقى سلاي تصحى مفزة صارو ولا الحسر نبوي ايتوبانا نندو عمي حيو تسوي سفرانيا بوينو حلب بسبوطة صبح كي تحدد تاريخ أفمسوتي حقرايتي كله اسم خيطة حقرايتي كله اسم خيطة حقرايتي كله اسم خيطة حقرايتي كله فقري تحاسبك نادر عيتقواسي مساح حق الشرع نايما ناتوبازي عبزاي تتبري دم انت الكامازي ند خفرسو تمنات الكرسي سنين بركوينو بغلي انت دقيقين في جو علو كاب قرطان زوزي دخام دعالو نجال داسني فجوت موزي نجال داسني كبران تخاتلت مدبنا مبار جرابان ديوم نوغيو يلو خبلنا تصنيحهم تمالوختو نصريو نوغيو يلو نمنتاي كالق فنقل يصبينا الله زبل رئيس عنقص ناي سلفي ديمقراسي حزب ኤርትራ ኣብቲ ናይ 30 ዓመት ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነትን ልዕላውነትን ምስቲ ዝነበረ ትንፋስ ዘይህብ ምጥምጣማት ብዙሕ መስተንክራት ተሰሪሖም እዮም ውግኣት ዓወታት ምሕራር ካብ ዓሊ ግድር ጀሚርካ ክሳብ ከረን ብኡ ኣቢልካ ናብ መንደፈራ ዓድኻላ መረብን በትኻሊ ኣቅጣጫ ድማ ካብ ናቕፋ ኣፍዓበት ክሳብ ደቅ ምሓረ ካልኦት ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ዝነበሩ ከባቢታትን ብዙሕ መስተንክራት ተሰሪሑ እዩ ምሕራር ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕካ ከም ኣካል ናይዚ ኤርትራውያን ሓርበኛታት ጅግንነት ዝፈጸሙላ ስርሒታት እዩ
أبزي كماي بحري بجلفا زت تقصي ناي جغننت وعلوتات واغاز تخفلو إرتراويان حربنياتات إيوم أبزي ناي عوات ميداتات ناي ورترق زين السلكيو حزب إرترا كل مداوي تساتفو توادادرتي أين برون إزوم جوغانو تقادلتن حزبن نتخبر واغا كخفلو انكالو أما عديوم زرأيو أزي رزين أما عديوم زرأيو شوتو نيرووم إذا شوتو ناصنتن لعلاونتن إرتران حزبان إلكات راح زتقس زي كونه ناي مولو سلام ديمقراسي لمعات حزب إرترا زحمرتو نباري رهوا زقامت إيو نيرو كم زابسو من زخن كاتاتلو صنحنا ጨቋን ጉጅለ ስርዓት ህግደፍ ነትقدم 28 ዓመታት ዝተፈጸመ ስርሒት ፈንቅል ክዝክር ቀኒዩ እቲ ስርሒት አካላዊ ህልውና ኃይል መግዛእቲ ኣብ ኤርትራ ዝተፈንቀለሉን ዝተሓግሓገሉን ስለ ዝኾነ ሙዝካሩ ግቡእ እዩ ግን ኪኖቲ ምፍንቃል አካላዊ ህልውና ኃይል መግዛእቲ እቲ ንሱ ዝግልገለሉ ዝነበረ ወጻኢ አተሓሳስባ خي مسؤودو تفنقيلو ويس ايفالون حتو زبل حتو حساس من بالو اقداسنت اللو ازي نزاربلو زلنا فنقل مس حفشاو تثبيت حزب إرترا حدث قمتي ناب عوت انبر ناي مودعت عوت كم زي نبري ابزلومي دحر 28 عامت نايتي سرحيت كوينا خنريون كلنا زت عزازب ايو حزب إرترا أنصار مجزاتي كالس إنكلو بأكل نملقاسو طرح زي كونس كند إعلاموس يتحايلتات مجزات زتقومو لزنورة صار حزبي التحساسبان داغماي كم زي سرر بنقسكا نمدر باي إيو نيرو مو خدعا لو مخي إتي كونتات نفس وكف إرتراوي أبعدي هالو أبقدام زملكتو انتايو بريتونا جغننت فنقل كونه كالو سرعيتات جينا نعم مسالاتن حرنتات حزب إرتران أي تشرفون كمزي سلازوخنا خاا يوم إرتراوان بزحات إرتراوان كاب جزي مجزاتي لومي دحرنات انت اكواز جدده يخف عنا زبلو زلو إذا أبهالازي كم جنان انتو سيدنا يو إرترا بمنصر سلام لمعات ديمقراسي أم نايز جزي كاب نايت جزي مجزاتي زفله هواتي بالله زبل ميزان جن بتغكل أب إرتران زلو خناتات زوكل إيو وين قدم أب جزي قالسي دكخن أب جزي بوتازي أب العلا حيلتات صلأي كم زعينت جننت فتسيمم زبل مستير زرقح زنبرة بسرات سمعين زحبنا زنبرة أديتات إرترا إنه لومي دك سوقات دكخن أب بحر ميديترانيان حاليقوم زبل كتسالي معنت أزخم تر مرد يسمعها الله كم قدم ولاتكن كم تسوي مزفلت ملاخ سرعتي جزائي سرعات عدوم بدي إلو يساقين بوقع مسبت السب خونه زي كنا نبين نوشت أنزنبع زنبرا إنه لهم ون بسنك المت نايزي بزح حرنتات كوحز زصبي جوجل هقدف ولادنا بحر تحيلو ميتو وينايت جوجل العلوت حلفت بزص عودو ومفنتريا ببدوين تقنصيلو تشيطو كسمع عن كلها بزين ورناي حازم كنتات يبلا الله اتقدم اب مريم جنبي تأثيرو زبحال اسكح كحيز نبره لومي اسم بعد ورو خوين زلو ابعد ابيتو تأثير زبل متكون ملسا يبلن وجل هقدف كم فنقل زع مسألة سرحيتات ذكرلو قراح مغنيات علوه اتزخري حدروم نخيط اللميو مبالو زأكل ايكونا مغنياتو ويونتي حزبنا بسالا مسواتي سلامن لمعاتن ديمقراسن كي حرمو حدرا زبلوو تمسوات كم زتتقلمي نرئي سلازلونا ايو سلازي هقدف نذكرلو وحدات دحري سوءات زتقلملو دقفتم زسعسعلو مخنيات أكال نايت هزبي أب حلوف تمريسكا جهو ناي محازو قرحهم إيو هزبي إرترا ناي دوكو جقدنت كذكرلو زبهقوكو انتخوني أبزقوان زي زيادة زدليوغن تمالي كمزي قبر نيري صباحكا كمزخ قبر إيا زبل مسمس زي كونس لو مخمزي قبر اللوخو زبل قبرا وقال
مخانو كردا نزدلي بروه إيو حزبي نزتوسنا جزء إمبر نحوارك عشوا سلا زيكل وجل له قدف نفت قبل على حزب إرترا كورد صنحن زلون شكونا بتي أفنكل مثل كبرتاتن زنبرو عمباباتاتن زسلفو زلو أرجيت أصوارن يعشوا الله إلو زأمن أنتو خينو دحريت تعرفوا الله سلازي نتوما محرار مصوع كالي كبابيتاتن حيل مجزاتي زفنقلو كبرن مغوسن يبصحيوم انت خونه بفلاي بمنصرات حساس باخر ان كله كاب مجزاتي فليخا زي رئي صره سلام صره لمعات صره ديمقراسي ارعوت ناي مفنقال عمام اقدمينا تكتيرو خمزلو عين زنقع ጉጅለ ህግደፍ ግና ኮነ ኢሉ ነዞም ህዝብና ድሕርና ጽነት ክረኽቦም ዝግብኦ ዝነበሮ ጸጋታት ይነፍጎ ስለዘሎ ህዝብ እውን ኣብኡ ዝጽበዮ ፍታሕ የለን እሞ እቶም ንለውጥ እንቃለስ ዘለና ኩልና ጓልና ወድና ክንقحሉ ዝግብአና ዕማም እዩ ይብል ጽሑፍ ስለዚ ክቡራን ተኸታተልቲ መደብና በአረይቲ ናይሎሚ ዝነበር አርስትና ከምዚ ይመስል ካብ ዝቀጽልና ኸኣ ምዛት ኽተል ዜማ ምስ ዮኑስ ኢብራሂም እስኪ እንታይ ብለና ንስማዕ ሰራዊትና ነናይ ገዛና መፍትሕ ሂቦሙና ገዛና ክንኣቱ ድማ ተፈቂዱና ንሕና ክንዓኣቶም ብምንታይ ንምልሰሎም ስለዚ መፍትሕ ናይ ገዛና እንድሕር ኣብ ኢድና ሒዝና መልሲ ነቶም ዝሃቡና ድማ ነናይ ልብና መፍትሕ ንወሃብ ካብዚ ብምምጋስ ንዑ እብል ኣለኹ ሎም እሸ ተኣከብወሉ ንዑ نعو نعو تعكبوا تلازبوا نعو تعكبوا نعو تلازبوا حمق نفاس زدتو قداتكم لقبوا خمبر عي من خوينا جينا اندع السخمبر عي من خوينا شحك وانت خونه زي الذكر دحراي ناي تفترو خوينو بفقر مخراي عمتات حاليفو بغى العالم تراي نعود عفغري عبحنت ايد نخوت عيمسلكم مفللاي كابس مرسين الزين عدل سين امبه فتسي ميمان اخون جينا
كنتو إيونا حي لسكح كحسكية عايد سبصبوني مسعد من عامكات سرعورنا عيد مات كلهم جماوتي كاقتيرهم يسرحوا ليتي مسمعتي ناب لبيك حلفو ناي فقر مالي اختي كينا كينا يا كينا كبران تخطاتلت مدبنا مبارزي تسمعوا زلكم حربنيا سوء يونس إبراهيم ناي بوليس أوركسترا كابتوم علولات ناي بحقي نتصر ملأختي نتصر تغرينيا نتصر ناي لومن ناي تمال مزان زخونة زي ما تاتو حد قديف لنا له ربي بسلام يقبله سلازي كبران تخطاتلت مدبنا مباري حجي مودعتا ناي تغرينيا مدبنا بس احنا لنا كساب زمت قدام بحدش مدب رخب سناي قدام سنبت يقبر لنا ندبلنا بحدش مدب سام رخب دحام كنو دحر قرب دقائق ابناي عرب مدبنا خناطينا سراورنا يماي كلهم جماوتي كاقتيرهم يسرحوا ليتي مسمعتي ناب لبيك حلفو ناي فقر مالي اختي كينا كينا يا كينا خمبر عاي من خوينا جينا جينا يا جينا الناس خمبر عاي من خوينا نسخ زي بلو زي حلف كزيات كنتو ايونا عاي نسكح كحسيكيات عاي تكتبوني جماوتي كاقتيرهم يسرحوا ليتي مسمعتي ناب لبيك حلفو ناي فقر مالي اختي كينا كينا يا كينا
المستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنتم مع إذاعة صوت الحرية التي تبث برامجها بكلا اللغتين العربية والتجرينية من السويد. إذاعة صوت الحرية على FM 88 للمستمعين داخل السويد، أو على موقع الإذاعة للبث المباشر راديو otta.se. جدول برامجنا المعد لهذا اليوم هو كالآتي: نبث مباشرة كل سبت من الساعة 1 حتى الساعة 2:15 ظهرا بالتجرينية والعربية. إذاعة صوت الحرية من أجل توعية شعبنا والحفاظ على القيم الإريترية وزرع البسمة والحلول الاجتماعية والتحديات الثقافية التي يمر بها شعبنا في السويد والمهجر عامة. أما الآن أترككم مع برامجنا المعد لهذا اليوم. أولا الأخبار لهذا الأسبوع، من ثم أغاني إريتريا هادفة، مقالنا الأسبوع بعنوان الفكرة أساس الثورة. متابعة طيبة مستمعين الكرام، والآن إلى الأخبار بعد هذا الفاصل. دول أوروبية تدعو السويد للالتزام باستلام اللاجئين المرحلين وفق دبلن. تتلقى السويد دعوات متزايدة من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لإعادة استقبال طالبي اللجوء الذين كانوا في السابق موجودين في السويد، وتدخل تلك الدعوات وفقا لما تقضيه اتفاقية دبلن التي تنص على أن الدولة الأوروبية الأولى التي يصل إليها طالب اللجوء تكون هي المسؤولة عن النظر في قضيته، ويعني ذلك أن الشخص المتواجد في إحدى الدول الأوروبية الآمنة وبعدها تابع رحلته إلى دول أوروبية أخرى وتقدم بطلب لجوء فيها سيعاد إلى البلد الأوروبي الأول الذي وصله أولا. وخلال عام 2016 تلقت السويد مع مجموعة 5795 طلبا من دول أوروبية مختلفة لإعادة طالبي اللجوء إليها بحسب اتفاقية دبلن، وارتفع العدد في عام 2017 ليصل إلى 7610 طلبا. وزادت الطلبات المقدمة من فرنسا إلى أكثر من الضعف، من 661 طلبا في عام 2016 إلى 1615 طلبا في العام الماضي 2017. وأشار أحد الخبراء العاملين في مصلحة الهجرة في حديث لصحيفة داغنس إلى أن عددا أكبر من طالبي اللجوء الأفغان يحصلون على تصاريح إقامة في فرنسا أكثر مما يحصلون عليه في السويد. انتقادات لسياسة اللجوء ولم الشمل السويدية. انتقد مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان نيلز ميزينكس سياسة السويد المتعلقة باللاجئين، ولا سيما التشديدات المفروضة على قضايا لم الشمل الأسرة. إن ذلك يعيق فقط من عملية الاندماج في المجتمع السويدي. وكان ميزينكس قد زار السويد لفترة من 2 إلى 6 من أكتوبر من العام الماضي، وكانت الزيارة الأساس التي ارتكز عليها لكتابة تقرير حول وضع اللاجئين والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. ويعد التقرير جزء من المتابعة المتكررة الذي يقوم بها مجلس أوروبا لوضع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء. وقال ميزينكس:
لوكالة الأنباء السويدية: السويد كانت سخية جدا مع اللاجئين وطالبي اللجوء، لكن ليس هناك حاجة إلى الوضع الطارئ الذي جرى العمل به منذ عدة سنوات، ويمكن العودة إلى الطريقة التقليدية السابقة التي كانت تعتمدها السويد، سياسة أفضل اللاجئين وطالبي اللجوء. وانتقد ميزينيكس بوجه خاص الصعوبات التي تواجه قضايا لم الشمل والفروقات الموجودة بين أولئك الحاصلين على صفة لاجئ وبين الأشخاص المصنفين بحاجتهم إلى الحماية، حيث تمنح الحالات الاستثنائية فقط من تلك القضايا حق لم الشمل العائلة. وقال ميزينيكس إن الفرق غير عادل، لا ينبغي الحد من حقوق لم شمل الأسرة، لأن هؤلاء الناس يحتاجون إلى الحماية لفترة طويلة. الحد من حقوقهم سيعيق اندماجهم في المجتمع السويدي. وأضاف أن هناك جانب آخر، هو أن لم شمل العائلة وسيلة هامة للوصول إلى هنا بأمان بصورة قانونية، وإذا كنا نريد وقف الاستقبال الفوضوي لطالبي اللجوء علينا أن نزيد من فرص الوصول إلى هنا بطرق آمنة. سفارة ديمقراطنا يريد وقف قدوم اللاجئين تماما. وقف قدوم اللاجئين تماما إلى السويد هو الشعار الرئيسي وأهم قضية انتخابية في الحملة التي يقودها حزب سفارة ديمقراطنا إلى الانتخاب البرلمانية القادمة في أيلول أو سبتمبر القادم. وكان الحزب في الانتخابات السابقة قد طرح شعار الحد من قدوم المزيد من اللاجئين، لكن نبرة التشدد ومعاداة اللاجئين والهجرة عموما وصلت الذروة في خطاب هذا الحزب المناهض للهجرة الآن، حيث سيدخل الانتخابات من جديد ساعيا إلى تخويف المجتمع السويدي من الهجرة بحسب مراقبين. ويقول الحزب إنه ينادي بمنح حق اللجوء والحماية في السويد إلى الأشخاص القادمين من الدول المجاورة للسويد فقط، ما يعني على أرض الواقع عدم منح اللجوء إلى أحد، لأن الدول المجاورة للسويد هي دول مستقرة ومن غير المعتاد أن يطلب المواطنين فيها اللجوء في السويد. كما يطالب الحزب بترحيل المزيد من طالبي اللجوء المرفوضين والذين أدينوا بارتكاب جرائم، وكذلك الذين لا تعجبهم الحياة في السويد. وقال رئيس الحزب ييمي أوكيسون إن الذين قدموا إلى بلادنا يجب أن يتكيفوا مع الحياة، وأن الذين ليسوا سويديين يجب أن يحصلوا على أقل رعاية صحية ومساعدات مالية مقارنة بالسويدين. أكثر من 8,000 مهاجر يصلون إلى أوروبا عن طريق البحر في أول شهرين من عام 2018. أعلن المتحدث الرسمي باسم المنظمة الدولية للهجرة جويل ميلمان الجمعة أن أكثر من 8,000 من المهاجرين واللاجئين وصلوا إلى أوروبا عن طريق البحر خلال الشهرين الأولين من هذا العام. وقال ميلمان في إحاطة إعلامية من السابق الأوان حاليا إعطاء أي استنتاجات من خلال هذه البيانات، ولكن يجب علينا أن نراقب هذا الاتجاه لنمو عدد اللاجئين من إريتريا. في يناير وفقا للمنظمة الدولية للهجرة وصل 8,407 من المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا عن طريق البحر منذ بداية العام الحالي. استقالة رئيس وزراء إثيوبيا. قال رئيس وزراء إثيوبيا هايلي ماريام ديسالين يوم الخميس إنه قدم استقالته من منصب رئيس الوزراء والإتلاف الحاكم في مسعى لتسهيل إجراء إصلاحات بعد فترة من الإضرابات الواسعة. وتأتي الاستقالة وسط أزمة سياسية وضرابات تشهدها البلاد منذ فترة طويلة دفعت الحكومة إلى إطلاق سراح الآلاف السجناء لتهدئة التوتر. وقتل مئات الأشخاص في أحداث عنف اندلعت في بادئ الأمر بسبب خطة تنمية حضرية للعاصمة أديس أبابا. واتسعت الاضطرابات خلال العامين 2015 و2016 مع خروج مظاهرات احتجاجا على القيود السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان. وقال هايلي ماريام في خطاب نقله التلفزيون الاضطرابات والأزمة السياسية أدت إلى سقوط قتلى ونزوح كثيرين. وأضاف أعتقد أن تقديم استقالتي ضروري من أجل السعي إلى تنفيذ إصلاحات من شأنها أن تؤدي للسلام الدائم والديمقراطية. وأوضح أنه مستمر في منصبه لتسيير الأعمال إلى أن تقبل الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الحاكمة والبرلمان استقالته ويتم تعيين رئيس وزراء جديد. كما تصاعدت طموحات المعارضة الإثيوبية عقب الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء هايلي ماريام ديسالين من منصبه الخميس وقبول الإتلاف الحاكم لها في اليوم ذاته، داعية إلى تشكيل حكومة انتقالية تتألف من جميع أحزاب المعارضة والإتلاف الحاكم لإنقاذ البلاد من الأزمة الحالية لحين إجراء الانتخابات العامة المقررة في 2020.
واستقبلت المعارضة الإثيوبية بمختلف أطيافها استقالة ديسالين التي توصف بالتاريخية كونها سابقة هي الأولى من نوعها في البلاد، على أنها حدث منطقي فرضته الأوضاع الراهنة التي تشهدها إثيوبيا. احتجاجات ومطالبات بالإصلاح في الحكم وإنهاء سياسة الإقصاء وفقا لما ذكرته وكالة الأخبار. وانتخب ديسالين في أغسطس عام 2012 خلفا لرئيس الوزراء الراحل ملس زيناوي، وعيد انتخابه إثر فوز الائتلاف الحاكم في الانتخابات البرلمانية في مايو 2015. تأتي استقالة ديسالين في ظل تظاهرات واحتجاجات تشهد إثيوبيا على خطط توسيع حدود العاصمة تشمل عدد من مناطق إقليم أوروميا أكبر أقاليم البلاد مساحة وسكانا. وفي نفس الخبر إثيوبيا بقبضة الأمن وحالة طوارئ ل6 أشهر. كشف وزير الدفاع الإثيوبي سراج فقيسة اليوم السبت أن حالة الطوارئ المعلنة أمس ستستمر ل6 أشهر، وذلك بعد يومين من استقالة رئيس الوزراء هيلي ماريام. كما رفض الوزير مبدأ تشكيل حكومة انتقالية جديدة. وخلال مؤتمر صحفي في أديس أبابا قال فقيسة إن حالة الطوارئ ستستمر 6 أشهر وسيصدق عليها البرلمان خلال 15 يوما، مؤكدا أن إتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الحاكم اتخذ قراره بالإجماع. ورفض الوزير مبدأ تشكيل حكومة جديدة، وأضاف للصحفيين لا تزال هناك جيوب ينتشر فيها العنف. وأشار فقيسة إلى السماح بإجراءات استثنائية تشمل منح الأجهزة الأمنية صلاحيات إيقاف المشتبه فيهم وتفتيشهم وتفتيش منازلهم من دون إذن قضائي. وأوضح بيان أصدره مجلس الوزراء أن حالة الطوارئ التي أعلنت دون تحديد المدة أمس تأتي لاستعادة السلام والاستقرار وحماية البلاد من الانفلات الأمني والاضرار بالاقتصاد الوطني، معتبرا أن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد أصبحت تشكل خطرا على أمن واستقرار ووحدة الشعوب الإثيوبية. زوما يستقيل من رئاسة جنوب أفريقيا واعتقال مقربينه. أعلن رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما استقالته من منصبه رسميا وبشكل فوري ليترك الحكم بعد 9 سنوات. وقال زوما في خطاب بثه التلفزيوني الرسمي في جنوب أفريقيا مساء يوم الأربعاء: قررت الاستقالة من منصب رئيس الجمهورية بمفعول فوري، مع أنني على خلاف مع قيادة حزبي. وجاء قرار الاستقالة بعد أن دعا حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم زوما لتقديم استقالته أو أنه سيواجه تصويتا بسحب الثقة منه داخل البرلمان. ويتعرض الرئيس المستقيل 75 عاما لضغوط متزايدة ليفسح المجال أمام نائب الرئيس سيريل رامافوسا الزعيم الجديد للحزب الحاكم. ويواجه زوما الذي تولى السلطة منذ عام 2009 اتهامات عديدة تتعلق بالفساد. وجاءت الاستقالة بعد خطاب طويل استغرق 30 دقيقة قال فيه إنه لا يتفق مع الطريقة التي تصرف بها الحزب تجاهه، وأكد على أنه لا يخشى التصويت بسحب الثقة منه في البرلمان، مضيفا: لقد بذلت كل جهدي لخدمة شعب جنوب أفريقيا. وتابع زوما القول إن العنف والانقسام داخل حزب المؤتمر الوطني قد أثر عليه ودفعه لاتخاذ قرار التنحي. وأضاف: لا يجب أن يموت أحد من أجلي أو ينقسم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بسببي، ولذا فإنني قررت الاستقالة من منصب رئيس الجمهورية بأثر فوري. وقال إن الوقت حان لكي يضع كما تعهد رئيس جنوب أفريقيا الجديد سيريل رامفوسا مساء الجمعة بمحاربة الفساد في مؤسسات الدولة في أول خطاب له لأبناء شعبه بعد تعيينه في منصبه من قبل البرلمان. وقال إن الوقت حان لكي يضع شعب جنوب أفريقيا الخلافات وراء ظهره ويمضي قدما في انطلاقة جديدة، وذلك في إشارة إلى الفترة الأخيرة من حكم سلفه جاكوب زوما الذي عزل على خلفية تهم فساد. السودان: مقتل مواطن بنيران عناصر من ميليشيا الدعم السريع بكسلة. قال ناشطون في ولاية كسلة إن أفراد من ميليشيات الدعم السريع اقتحموا أحد منازل حي الحلنقة ليلة الاثنين وقاموا بقتل صاحبه، وذلك بعدما حاول منعهم من سرقة المنزل. وذكر صحفيون سودانيين في مداخلات متتالية بمجموعات تطبيق التراسل الفوري واتساب أن أفراد ميليشيا الدعم السريع تسللوا إلى أحد المنازل بمربع 17 في حي الحلنقة بمدينة كسلة وحاولوا سرقة المنزل، ولكن صاحبه شعر بهم مما جعل أفراد الميليشيات يطلقون النار عليه ليلقى حتفه في الحال. وقال ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي إن عشيرة القتيل رفضت موارة
الجثمان، واشترطت حدوث ذلك بتسليم الجناه للجهات المختصة. إلى ذلك قال مصدر أمني بولاية كسلة إن أفراد ميليشيا الدعم السريع الذين تم توقيفهم الأسبوع الماضي على خلفية اعتدائهم على أحد شباب حي المرقانية بمدينة كسلة بعدما حاول منعهم من التحرش بإحدى الفتيات، ثم تم تقديمه للمحاكم العسكرية منوها إلى أن المحكمة قضت عليهم بالسجن لمدة 2 سنين. الفكرة أساس الثورة. كل الثورات الكبرى في تاريخنا الحديث كانت تسبقها دائما حركة فكرية سياسية تتخذ مواقف معارضة للنظم الحاكمة. حدث هذا في الثورة الفرنسية التي مهد لها فلاسفة عصر التنوير في أوروبا أمثال عمانيول، كانت فولتير وجان جاك روسو وغيرهم. وقبل الثورة البلشفية في روسيا كانت أفكار كارل ماركس ولينين وغيرهم ملهمة لملايين الروس في الإطاحة بالحكم القيصري. في إيران كانت للإمام الخميني اجتهادات دينية جريئة حول ولاية الفقيه جمعت حولها ملايين الإيرانيين استطاعوا إنهاء حكم الشاه خلال ثورة شعبية شارك فيها جميع الإيرانيين من مختلف الاتجاهات الفكرية والإيديولوجية، حتى استطاع رجال الدين الإيرانيين قيادتها والسيطرة على السلطة بعد إقصاء شركائهم في الثورة. وفي تاريخنا الحديث في مصر اندلعت الثورة العربية ثم ثورة 19 بعد تراكمات فكرية من مصادر متعددة أشعلتها بعثات محمد علي باشا إلى أوروبا، إضافة إلى الدور الذي لعبه رفاعه الطهطاوي وعبد الله النديم وجمال الدين الأفغاني خلال سنوات وجوده في مصر، والذي التف حوله أسماء كبرى في تاريخنا منهم أحمد عرابي وسعد زغلول ومحمد عبده وقاسم أمين وحسن البناء وطه حسين وغيرهم الكثير، والذين مهدوا الطريق لبناء مصر حديثة. وقد عرفت مصر خلال هذه السنوات بكل بل وأشكال بدائية للأحزاب السياسية، وظهرت زعامات وطنية وقامات فكرية لم تتكرر حتى الآن. أما ثورة الحركة الشباب فقد ولدت يتيمة 25 يناير اندلعت تحت لافتة 3 كلمات: عيش، حرية، عدالة اجتماعية. أيديولوجية وثقافية لم تسبقها حركة فكرية تؤسس لأفكار بديلة للحكم الدكتاتوري الاستبدادي الذي ابتلينا به طوال 26 عاما. ربما يفسر هذا اليتيم الضربات الموجعة التي تتعرض لها هذه الثورة، ويفسر أيضا محاولات الكثيرين لسرقتها لصالح أجندتهم الحزبية الضيقة، ويفسر ثالثا إدعاء بعض الانتهازين من نجوم الكومبارس في حياتهم السياسية التي تربوا فيها في حضن الاستبدادي ومجموعات القبلية والمناطقية والطائفية، الادعاء بأنهم هم الذين أشعلوها.
وإنها ثورتنا هي الثورة الثانية من أجل التحرير. الوحيدون الذين لهم حق الأداء العلني لها، بالتالي هم الأولى بحصد ثمرتها والكرامة. الإنسان لن تنجح إلا إذا اعترفنا بأنها اندلعت تحت لافتة بناء دولة القانون والدستور على أساس الحرية والعدالة الاجتماعية والمواطنة، وهي سلمية بديهة قيادتها ووقودها هي الجماهير، وهي التي تحدد ساعة الصفر لها وتطور وسائلها حسب الظروف والمتغيرات عندما تستوعب وتوعي الأجيال وتكتمل فيها الوعي بحقوقها وتقرر أن تأخذ وتنتزعها نزاعا متى سيكون. لا نقدر أن نحدد الزمن لأنه عمر الأجيال، وهي صاحبة القرار، كما بدأت ثورتنا الأولى من هزيمة الإيطاليين إلى 1941، وكذلك بدأت الثورة الثانية من تحرير الأرض وإعلان دولة إريتريا المستقلة في 24 مايو 1993 إلى يومنا هذا. ستنتصر وتحقق أحلامها، هذا يحدد الجيل الذي سيقود ثورته ويضحي من أجل حريته والقيم التي ذكرتها سابقا، وإن الثورة هي امتداد من الجيل إلى الجيل، وكل جيل له ظروفه، ولا يمكن أن تكون الأجيال نسخة واحدة، وما كان صالحا في مرحلة وأخيرا حقق اليوم أحلام الماضي وأحلام اليوم الثورة يصلح في مرحلة الثورة الثانية حقائق القد المستقبل. محمود أحمد عيلاني وابيت غيظ أنت عيلاني وابيت غيظ أنت عيلاني وابيت غيظ أنت عيلاني أمريكا كندا إيراني أوروبا آسيا ديكتاتور إيراني أحمد كيفوتا إيراني أمة قرأي شيخة إيراني قال شيخ منا إيراني رما كيتو ديكي فوتا إيراني 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 ناسي أحمد عبد الله إيراني ناسي أحمد عبد الله إيراني تاريخ مياه ولا الليلاني نقعلي تدو ولا الليلاني نقعلي تدو ولا الليلاني على عالم الليلاني ما كاني ملعوتك مالك ولد رش عري مالك ولد رش عري يدا موسين ولا ديراني سلام عليكي مرعوتك مالك ولد رش عري. في الختام، إذا كان لديكم رأي أو مشاركة يمكنكم طرحها عبر التواصل معنا أو تحت الهواء عبر تلفوننا 03-12-61-090 في أوقات البث يمكنكم المشاركة فيه من داخل السويد، أما من خارج السويد فمفتاح السويد هو 0046. كما يمكنكم أيضا مستمعين الكرام الاستماع لبرامجنا السابقة عبر حرنت.org أو عبر قناة الإذاعة في اليوتيوب تمسح حرنت، ولا تنسوا الاشتراك لكي يأتيك المزيد في نهاية كل أسبوع.
أما الآن مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى ختام برامجنا بالعربي والتقنية الذي عد لهذا اليوم. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناسي أحمد عبد الله طريق مياه ولا الليلة يقعلي تدو ولا الليلة يقعلي تدو ولا الليلة على لي تعالم الليلة ما كاني مرعوتك يا لي مالك ولد ريس علي مالك ولد رحص علي لي دا موسين ولا دي سامر حلي مرعوتك يا لي مالك ولد رخص عريراني